يا أهلا أحبابنا أصحاب التكاتك وسواقينها. النهاردة إحنا هنتكلم في فيديو مهم تباني للآخر علشان خاطر إحنا هنكشف سر صغير يهم كل اللي بيعمل عمرة وعايز يعمل عمرة بسيطة وتكلفتها قليلة عشان نوفر على حبايبنا وأصحابنا. فإحنا النهاردة بإذن الله هنجيب الشميز اللي هو الستاندر مثلا، ونجيب له بيستن جديد. الستاندر ده فيه عمرة في النص اللي فوق. البستم لازم يكون ستاندرد جديد. طبعا الكل بيقول لك لا تعمل وتخرط وتعمل وتسوي وتروح المخرطه وتجيب لك شميز وتنتظر العشرة. لا، احنا هنا الشميز هنبص فيه نلاقي ما فيش فيه عتب. بس بتاعنا بقى ما فيش فيه عتب كبير وما ركبناش فيه ستاندرد كيلو 10 قبل كده ولا وسعنا ولا الكلام من ده. نبدا نركب نفس مقاس البستم اللي كان عليه. يعني لو انا الجسم عندي ستاندر، الريسيف كان عندي ستاندر وخلط ستاندر تمام او جايب ستاندر وسليم، ابدا ان انا اجيب له ديسكن ستاندر. انا وريت طبعا في الفيديو الديسكن بيكون ستاندر. ده الكامبر والديسكن بتاعنا سنابل ادي الكامبر، ادي السيل بتاعتنا، ادي البين ديسكن ده بيبقى جاي طقم الديسكن. بنفك كل حاجة ونبدأ نعمل مقاساتنا على الشميز. أول حاجة هنقيس البستم، لأن البستم بتاعنا ده اللي هو البستم الأوفت أو الأوف، يعني بيتوقف ثانية أو جزء من الثانية في النقطة الميتة العليا، وبيتوقف في النقطة الميتة السفلى بنفس الوقت اللي هو الأوف ست. ده بنجرب الجنس برضه في الخياطة، الجنس بيتحفظ في الرياضة لأ ولا ماشي في الآخر. بنعلم ونشوف الدنيا بتاعتنا هنركب الجنس علشان هنقيس النهارده واوريك السر اللي هو بيجي في الدقه بتاعتنا غلط. دي طبعا بنقيس من الداخل المسافه من البنز من ارض البستل لارض البنز عشان لما نيجي نركب ما نركبش غلط. ادي النقطه اللي بتكلم فيها حضرتك. ده البستل ده الدقه عليه الاي ان او ال فالف مدوقه على الناحيه الضيقه، واحنا بنركبها على الناحيه الواسعه ناحيه القلة فالف او تراب السحب او الكربلاتين. فالنهارده انا لقيت الاي ان دي مدقوقه غلط. بنروح عاملين ايه بقى؟ بنحتار، بنروح مركبين في مباعة هيبقى معانا في الفيديو التيله بنركبها يمة الكتينه، اليمه اللي هي المزنوقه ناحيه الاثنين جويط الطوال اللي بيبقوا اوفل السنين. طبعا انا اتعلمت على دي هو لان دي جايه ناحيه اليمه الضيقه، لو ركبتها انا هتدور معايا المكنه في حاجه، بس عمر العمره ثابت. وبنعمل صح على اليمه الثانيه بحيث ان وانا بركب ما انسى واكتب ثاني وسيد واشوف اليمه الضيقه واليمه الواسعه، لقيت ان اليمه الواسعه بتكمل الدقه اللي هي الاي ان تاني ستارت او الانلت فالف او صباب السحب او يمة الكربلاتين. هنا دي المفروض بتبدا بالبوزيتيف، بيبقى ناحيه اتجاه دوران المحرك. طبعا المحرك كان بيدور الناحيه بروح مقفل كتير ناحيه الكتير، بحيث ان وانا بركب الناحيه الثانيه من ناحيه الحدافه او البلان، يبقى انا بركز صح كده دلوقتي. ما كنت عندي الكراتينه بقى هنيجي للسنابل وبرضه ان شاء الله في كده نوضح لحضرتك ايه السنابل بتاعت الدكتور البطل او دكتور الصبح. دي انا الاربع سنابل اولاني لما تيجي نركب السنابل الاول ونتاكد من ان الفتحه بتاعتنا يا دوبك حوالي 1.10 من المتر. شايفين هي كل الفتحه دي تتغير معايا ولا لا؟
كده احنا ركبنا العيال تحت الكابينة. طبعا هي بتعمل شوية، اتعلمنا برضه بس طبعا انا فيها نفس الشغل بحاول كده عشان احدد اتجاه التركيز معايا في المكان. يعني كده من الاساسيات انك انت ممكن تيجي في تاني زي ما مش عايز اقول تاني. انا عرفت ان اليمة بتاع اتجاه التحكم بتاعت الريتم اتجاه كده. احنا ركبنا الكبيرة وعرفنا ان احنا هنتذكر الجيم هنقسم من الناحية المفضلة وبعدين ندخل عليه بالكليات الجديدة. ان شاء الله باذن الله الفيديو الثاني هنبقى نوريكم احنا بنركب الكبيرة بتاعت بتاع كبيرة، لأن أنا بعمل العمل دلوقتي ما بخليش بعض الزكاة دي برضه بوديه الزكاة. والنهارده الأسعار نار، فأنا بحل مشكلة بسيطة، بحل مشكلة يعني النهارده 6 سنين 7 سنين بشوف إن أنا يمكن 3 سنين بس معايا يبقى الوضع مظبوط. طبعا أهدافنا الناس دي بعد كده بدأت تدخل في قلب السنين وانا بركز طبعا انا بركز على الناس ونتمنى بس المتابعة والمشاهدة الجيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان نكون افدناكم بأي معلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.